حد من الناس المرنمين، يعني ينفع يطلق عليه مرنم إسرائيل الحلو فعلا، لأنه كان مش بس بيرنم وخلاص، لكن كان كل ترنيماته من قلبه. غير انه كان في حته فظيعه بيعملها، انا عن نفسي مش بعرف اعملها، حافظ الترانيم كلها فعلا من غير كتاب، وكل الاعداد بنفس الترتيب. فدي حاجه فعلا مميزه، دي حاجه تقول ان هو كان شخص فعلا بيعرف يعني ايه يرنم، بيعرف يعني ايه يسبح، بيعرف يعني ايه يكون مركز جدا وهو بيعمل كده. الأقرابوس كان واحد من قادة كنيسة نهضة القداسة، دي حقيقي فعلا، وكان حد من المؤثرين على رغم مر العصور. كان بس مجرد ما نقول اجتماع فتيان يبقى هو الأخ حافظ القائد، هو اللي أول حد يروح يوضب الكنيسة ويظبط الدنيا، ونلاقيه متاح في كل الوقت. غير كده حاجة شوية فرقت معانا احنا وخلتنا عرفنا نطلع نكون قادرين نعمل ده مع الناس اللي حوالينا. هو كان بيعرف قوي يشجعنا ويشجع كل حد فينا، إنه مرات كنا بناخد قيادة، مرات كنا نوقف نصلي، مرات كنا نعمل أي حاجة معاه في الشارع، كان يشجعنا خالص على ده. كمان حافظ كان مميز جدا في فترة الطفولة ومدرسة الكتاب الصيفية في كنيسة نهضة القداسة. كان في كده جزء مخصص كده اللي هو القصة بتاعت مدرسة الكتاب. كنا فعليا كلنا كنا بنبقى قاعدين متشوقين فعلا ان احنا نشوفه ونسمع، لانه كان عنده طريقة في إلقاء القصة بشكل غير طبيعي، يعني يشوقك ليها. حتى احنا مرات بعدين كنا نقول له احنا عايزين ناخد القصة بعد مدرسة الكتاب عشان نقراها تاني، ما كناش بنحس بالتشويق اللي هو بيعمله اثناء الإلقاء للبتاع. فدي كانت موهبة فعلا مميزة فيه. غير ان هو حد كان مصلي جدا، يعني افتكر لما كانوا يجوا الاخوه يصلوا عندنا في البيت كان بيعمل حاجه كمان مختلفه خالص. انا نفسي بتعلم منها لما برجع وافتكر الحاجات دي. لما كان يكون في تامل مثلا، كان بيبقى قاعد ويسمع ومركز، مش يقول لا انا كبرت فخلاص الموضوع انا الكلام ده انا عارفه، لا كان يبقى قاعد بكل تركيز وبكل اهتمام ان هو يسمع وان هو يتعلم. فدي حاجة فعلا كانت مميزة فيه خالص. غير بقى لما كنا نقف في الرهبة ونسمع صوته وهو بيرنم من البيت، دي كانت حاجة احنا بترفعنا شخصيا، واعتقد احنا يعني مجموعة الرهبة شوية اتعلمنا ده من بعض، لانه كنا بنسمع مرات كتير ناس من البيوت ترنم، فدي حاجة فعلا انطبعت فينا. فحتى احنا في بيوتنا دلوقتي بنعمل زي ما هو كان، يعني كل الناس دي كانت بتعمل. حافظ فعلا كان حد مميز حتى في عزفه على الناموس. نعم يمكن هي آلة بسيطة قديمة، لكن كانت بتفرق معانا، يمكن في أيامنا احنا ما كانش فيه غيرها. فدي كانت الحاجة الأساسية اللي موجودة، فكنا فعلا بنعتمد عليها اعتماد كلي اعتماد كلي. يعني هنيئا ليك السماء حافظ بكل اللي عملته. غير انك كنت وديع وهادي، ما عمرش سمعناك بتتخانق ولا بتزعق في حد، لا كان هادي كده وطيب. فعلا كان بيعمل عمل الرب بكل هدوء وبكل لطافة، ابتسامته وسلامه. فعلا الموضوع كان بيفرق معانا كلنا. آخر مرة لما رحت زرته كان بيسأل على كل حد في عيالي شخصيا. حتى فكرني بحاجة في أثناء شباب إعدادي، فبيقول كده لأسامة إن مريم كانت، أنا كنت مسميها الامرأة المصلية، كانت هي أول واحدة تقوم تصلي في اجتماع الفتيان. دي فعلا أنا كنت بعملها بس كنت ناسياها. لما هو جالها أنا افتكرت فعلا، افتكرت قد إيه هو فارق معاه، إنه هو فعلا قائد مؤثر وبيفتكر الحياة للناس، ودي يمكن بتسيب فارق وعمل. حافظ فعلا هنيئا ليك السما، وإلى أن نلتقي قريبا. لو هتكلم عن الأخ حافظ، حقيقي الأخ حافظ من الناس الخدام الرائعين اللي فعلا الأرض خسرتهم. الخدام المؤثرين. أنا من ضمن الناس اللي يعني طلعت من تحت ايدين الأخ حافظ، حد من الخدام الأمنة جدا. حد من الخدام يعني يديك كده طاقة ويديك كده كمية تشجيع رهيبة. يعني يخليك حتى لو انت مش قادر او مش عايز تكمل في الخدمة، لا يعني الاخ حافظ كان بيدي طاقة ايجابية جدا. من الخدام كمان اللي كنا بنتعلم منه حاجات كتير في كلامه وفي حفظه لكلمة الله والتعليم. في حاجات كتير في مدارس أحد وفي قيادته لمدارس أحد وفي خدمته عامة. في صوته الحلو اللي كان فعلا بيعزيني. أنا أكتر حد من الناس اللي كنت لما بسمع صوت الأخ حافظ فعلا بحس بحضور الله وبتعزى جدا.
الأخ حافظ لو هقول عنه للأمانة مش هكفي ولا هديه حقه، لأن مهما قلت قليل. الأخ حافظ من ناحية أمانته في الخدمة جدا، أمانته مع اللي حواليه، تواضعه، بساطته، كان حد فعلا يعني صورة الله على الأرض، صورة إلهه فعلا. كان حد بينقل لينا فعلا صورة المسيح في كلامه وفي تواضعه، في شخصيته الحلوة، في كلامه اللي شدك، في طريقته. ما ننساش ابدا خدمته في مدارس احد، في تشجيعه للاطفال. افتكر عمره لما كنت انا في مدارس احد او لما خدمت مع الاخ حافظ، عمره ما شخط في طفل ولا عنف طفل، لكن كان دايما يعني شخص محبوب وشخص حبوب للي حواليه خالص. الاخ حافظ من الشخصيات فعلا حقيقي اللي كانت مؤثرة جدا. انا من ضمن الناس اللي كان دايما كل ما يشوفني يشجعني بطريقة غير عادية. كنت بحس دايما لا ان في طاقة، في تشجيع غير عادي من الاخ حافظ اللي حواليه، مش بس انا. الاخ حافظ حقيقي كان نعمة وصورة للمؤمن الحقيقي على الارض، كان صورة لسيده على الارض. فحقيقي لو قلنا يعني مش هنوفيه حقه. الاخ حافظ حقيقي يعني كان من الناس اللي فعلا تشوف فيها صورة المسيح في كل حاجة، في سلوكه، في تصرفاته، في شغله، في خدمته، في كنيسته، في التزامه وحضوره للاجتماعات. ما كانش كان دايما يقول غير تاركين اجتماعا كما لقوم عادة. كان دايما تلاقيه اول واحد في الاجتماع، كان دايما تلاقيه ما يتأخرش على حد لو طلبته، كمان في خدمة او في بتاع يعني في حاجة معينة. لا، ما كانش من نوع الناس اللي ترفض او لا. للأمانة كنا بنشوف في الأخ حافظ يعني حد مقدام، حد في خدمته رائع. في خدمة مدارس أحد كان دايما يشد الأطفال ويجذبنا، حتى في أبسط الحاجات لما كان يحكي القصص اللي كان يسيب حتة مشوقة دايما عشان نقف عندها ونتلهف كده بشوق عشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. كان دايما يوصل رسالة الله في كل مرة بيمسك فيها المايك. حقيقي الأرض افتقدت الأخ حافظ، لكن هنيئا ليه السماء. وفعلا يا أخ حافظ احنا هنفتقدك كتير الوقت اللي جاي لغاية ما نلتقي سويا يعني. حبيبي وعشرة عمري والغالي على قلبي جدا الأخ حافظ، وحشني كتير قوي يا غالي. كان نفسي أشوفك وأسلم عليك وأودعك قبل ما تسافر السما، لكن إرادة ربنا أقوى، وأقول صمت لأفتح فمي لأنك فعلت. فعلا يا غالي وحشني كتير قوي، وحشني سؤالك عني. كنت دايما تيجي تسأل عليا وتسلم عليا بعد ما أجي من السفر. أول واحد يسلم عليا تكون أنت. وحشتني القعدة معاك، وحشتني خدمتك، وحشتني ترانيمك، وحشتني كل حاجة حلوة كنا مع بعض فيها. فعلا يا غالي القلب موجوع عليك، قلبي مكسور عليك قوي. مفيش كلام يتقال ولا يعبر عن ألم فراقك، لكن في المسيح تعزيتني. كنت يا غالي فعلا كنت حلو للجميع، وأقول كده زي ما قال داود على يونسان: كنت حلوا لي جدا. ومش حلو لي أنا جدا بس، كنت حلو للجميع. كنت حلو جدا للجميع يا غالي. كنت طيب وحنين، كنت فعلا الخادم الأمين. قعدت بهدوء ورحلت بهدوء. احنا واثقين انك في السماء في احضان المسيح، عشان كده احنا متعزين. هنيئا لك سلامة الوصول، الرب قريب. وقسيت من حربي ذاتي مهما تعبت في حياتي. وقسيت من حربي ذاتي يا بعد مماتي لما تمسح دموعي. يا بعد مماتي
لما تمسح دموعي هنسى سنين الغربة وأيام عمري الصعبة، هنسى سنين الغربة وأيام عمري الصعبة، في نظرة في أثر الحرب لما تمسح دموعي، في نظرة في أثر الحرب لما تمسح دموعي، طول الأبدية جنبك بتفي أفراح حبك، طول الأبدية جنبك بتفي أفراح حبك، يا سعدي بحنان قلبك لما تمسح دموعي، يا سعدي بحنان قلبك لما تمسح دموعي، وتهلل وتم روحي مفتكر حتى بروحي، وتهلل وتم روحي مفتكر حتى جروحي، وانسى عذاب جنوحي لما تمسح دموعي، وانسى عذاب جنوحي لما تمسح دموعي، طول الأبدية جنبك بتفي أفراح حبك، طول الأبدية جنبك بتفي أفراح حبك، يا سعدي بحنان قلبك لما تمسح دموعي. مساء الخير يا حبايب، مساء الخير على كنيستي وعلى شعب الرب وخادم الرب. إن كنا بنعمل حافل تكريم لأخونا حافظ، لكن أنا بالأصالة عن نفسي بعزيكم وعزي نفسي وعزي نسان ووالدته على فقدان أخ غالي، الأخ حافظ نبيه. أخونا حافظ مش مجرد أخ في الكنيسة عادي وخلاص، لا، أنا بالنسبة لي كان الصديق والمحب والأخ ورفيق العمر منذ الطفولة. عايز أقول لكم إن احنا قضينا أوقات جميلة مع بعض. حافظ كان مش مجرد قائد بس في الكنيسة، لا، حتى واحنا صغيرين كان قائد الفريق بتاعنا في الكنيسة في كرة القدم. لكن عايز اقول لكم يمكن ده رابع فيديو اسجله ومش عارف اتكلم، مش عارف اقول ايه، لكن ربنا اللي معزينا ان هو في مكان احسن وافضل. ربنا يعزي الكنيسة ويعزي الأسرة ويعزينا جميعا في فقدان الغالي أخونا حافظ. آمين. ما شاء الله كله حافظها. جوع طعامك خذ الحياة ويروي ماء الينبوع ويرويك ماء الينبوع ويرويك ماء الينبوع طعامك خذ الحياة ويرويك اترك ما فات واسلك في الطريق بثبات، وإن كان في الطريق
ألمات اذكر من في حبك مات اذكر من في حبك مات اذكر من في حبك مات وإن كان في طريق ألمات اذكر من في حبك مات قلبك يضرب بعد قليل بالفراغ وصوت تهليل حفل عظيم على ساحل والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل حفل عظيم على الساحل والسهران يلبس إكليل راح يعد لك مكان مشغول بيك بقاله زمان قلبه متشوق إليك ساعدك لولا ساعدك لولا سهران ايوه ايوه طبعا طبعا بارك إيماننا يا رب ايوه اللي احنا عايشين من أجله ايوه من أجله يا رب يسوع ايوه يا رب ثبت الإيمان ثبت الإيمان يا رب ودينا يا رب ايوه ونعيش فيك يا رب الحياة اللي أنت عايزها منا زي ما أنت عايز يا رب يا يسوع وإحنا نميل إليك يا رب يا ما يسوع يحدث عليك نعم. نفعل لحظة نعم. نميل إليك يا رب نشكرك يا رب كل أحبائي يا رب يا رب أنا طلعنا بيهم يا رب رسالة من بيوت إخواتي يا رب يا رب أنا واثق فيك يا رب يا يسوع المسيح وتبدع وتجدد في كنيستك يا رب يسوع نعم نعم أشكال مختلفة هللويا هللويا إله عظيم إله عظيم يا رب يسوع بارك يا رب اسمك يسوع احنا بنقوم أنفسنا إن احنا عرفنا الطريق الصحيح والحياة الأبدية ايوه اللي أنت وعدتها بارك اسمك بارك يا اسمك رب اللي نستودع أنفسنا الله يحفظك عليك ايوه افعل ويحفظ ايوه أشكرك يا رب أشكرك دائما يا رب مم. سامع أيوة. سمعتنا ايوه وتسمعنا ايوه هتسمعنا يا رب يسوع بارك اسمك اسم يسوع ايوه آمين. سأرى عينا فدي الورى أمكث جوار يسوع بلا نحيب سأنسى أنا التعابي هنا سأنسى